عاش واحد في الغربة صح؟ بتاكل لوحدك صح؟ بتشرب لوحدك صح؟ بتنام لوحدك صح؟ بتتعب لوحدك صح؟ بتشيل الطين لوحدك صح؟ يبقى لو سمعتك بتقول هجيب هدية لواحد صاحبي حاجة نط في كرشك. لو سمعتك بتقول ده انا هجيب لعم حاجة نط في كرشك برضو. لو سمعت بتقول هجيب حاجة لواحد جاري حاجة نط في كرشك برضو. يا حبيبي اللي يسأل عليك تسأل عليه. تمام، اللي ما يسألش عليك ما تعبروش. ما تبقاش انت طالع عن عين اللي خلفوك هنا وعايل هم كمان وانت نازل انت تجيب هديه لواحد صاحبك ولا تجيب هديه لجارك ولا ده خالك ممكن يزعل منك ولا عمك. ده حبيبي انت مفشوخ حرفيا لوحدك، يبقى انت ما تعولش هم الناس اللي هم اصلا ما سالوش عليك. لو ليك واحد صاحبك بيسال عليك ده من حقك ان انت تعبره. وانا يعني انا بنصحك بكده ان انت تجيب له هديه او الكلام ده. حد قريبك بيهتم بيك وبيسال عليك وانت فعلا حد مهم في حياته هات له هديه. غير كده والله لو سمعتك بتقول هجيب هديه لحد حاجه نط في كرشك، ولو لقيت واحد بيقول ده انا عايل هم هنط في كرشه برضه في التعليقات.